مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إشادة بمشاركة المواطنين في تنفيذ البرامج التنموية، ارتفاع معدلات المشاركة في التعليم بمديرية حمل مالو، وسيمينارات للإريتريين في الخارج. بكين تدين صفقة الأسلحة الأمريكية مع تايوان. موسكو وطهران توقعان خارطة طريق للتنسيق. والبرازيل تهدد بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. أهلا بكم مشاهدينا. أفاد فرع متابعة المجالس والمدن بإدارة الإقليم الأوسط أن البرامج الإدارية والاجتماعية والتنموية والبنية التحتية التي خطط لتنفيذها في عام 2025 أثمرت نتيجة مشاركة المواطنين الواسعة فيها. وذكر مسؤول الفرع السيد هبتي قبر مريم أن كل من مديريات 4 أسمرة ووسط المدينة وغازاباندا وتيرافولو ومايتمناي وعداغ حموس وغودايف وأخريا وأبشاول وبريخ أجرت لقاءاتها التقييمية، وأن إدارات المديريات المتبقية ستجري تقييمها في الأيام المقبلة. وبخصوص البرامج التنموية المتعلقة بالحفاظ على المياه والتربة التي أجريت على مستوى الإقليم، فقد تم إنجاز بناء أكثر من 870 ألف كيلومتر من القنوات الحوضية وأكثر من 22 ألف متر مكعب من الحواجز المائية، بالإضافة إلى صيانة 439 مترا مكعبا من الحواجز المائية وزرع أكثر من 1.8 مليون شتلة بمشاركة أكثر من 360 مواطن. وأضاف أن المواطنين المثاليين وموظفي المؤسسات قاموا بزرع حوالي 20 ألف شتلة في الشوارع العامة، مشيدا بمساهمة موظفي إدارات الإقليم والمديريات والوزارات وقوات الدفاع والمؤسسات الدينية والاتحادات الوطنية إلى جانب المواطنين المهتمين بالأمر. كما شارك أكثر من 60 ألف مواطن في برامج نظافة البيئة والتوعية الصحية، إلى جانب مشاركتهم في حملات توعية لمحاربة الممارسات الضارة. ارتفعت نسبة المشاركة في التعليم في مديرية حمل مالو مع ازدياد الوعي الاجتماعي. جاء هذا في إفادة مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ جابر إبراهيم لوكالة إرنا، حيث ذكر بأن المعدلات شهدت ارتفاعا ملحوظا في جميع المراحل من الابتدائية وصولا إلى الثانوية، حيث وصل عدد الطلاب الإجمالي إلى 10,317 طالبا على مستوى المديرية. وفي ذات السياق تم فتح مدرستين ثانويتين في العام الدراسي الحالي، فضلا عن مدرسة واحدة ظلت تقدم خدماتها للطلاب القادمين من جميع أنحاء المديرية. وأشار الأستاذ جابر إلى أن تزايد عدد الطلاب وحده لا يعني تقدم التعليم، بل بالاجتهاد والتركيز على رفع جودة الخدمات التعليمية التي تقدم، مذكرا بأهمية تطوير العلاقة الثلاثية في المدارس بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. كما قام مكتب التعليم بالمديرية بفتح 28 مركزا على نطاق كافة إدارات الضواحي لتقديم خدمات تعليمية في رياض الأطفال، ليرتفع عدد الأطفال المستفيدين من 600 إلى 1600 طالب. وأشاد بمشاركة الطلاب التي تشهد ارتفاعا مماثلا إلى جانب دروس التقوية الأكاديمية التي تركز وتقدم لطلاب الصف الرابع والخامس والثامن وال11 على حد سواء، والتي بدورها تسهم في تحسين التحصيل الأكاديمي للطلاب. هذا وتوجد في مديرية حمل مالو 56 مؤسسة تعليمية من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية. عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية السيد برهان قبريهوت سيمينارا في 14 من ديسمبر الجاري للإريتريين المقيمين في واشنطن وضواحيها حول الوضع في البلاد والمنطقة. وأوضح في السيمينار الذي حضره حوالي 500 إريتري أنه هو في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة والعالم تطورات معقدة وحساسة، فإن إريتريا متمسكة بموقفها المبدئي الذي يعطي الأولوية للحلول الذاتية والتعاون الإقليمي المتين، وتعمل دون كلل لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.
المواطنين. وذكر بأن إريتريا والتي تنعم بالسلام والوحدة تعمل بالتنسيق والتوافق مع الدول ذات المواقف المماثلة لضمان جوار آمن وتجنب عواقب التدخل الخارجي. وحول دور الإريتريين المقيمين في الخارج ذكر بضرورة العمل الجاد لتحقيق مهمتي التصدي والتنمية، فضلا عن تعزيز الجهود لضمان المصالح الوطنية الفعالة وإقامة علاقات جيدة. حضر السمينار الدكتور جديون أباي رئيس اللجنة الوطنية للإريتريين الأمريكيين، وأطلع المشاركين على المهام والبرامج المقرر لتنفيذها عام 2026. على الصعيد نفسه عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في المملكة المتحدة وإيرلندا السيد صالح عبد الله ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد تولدي يوهنس سمينارا للمقيمين الإريتريين في ليدز وضواحيها في 7 ديسمبر الجاري، وقدم توضيحا بشأن دور ومساهمة الإريتريين المقيمين في الخارج في السنوات الأخيرة، وأكدا على أهمية وجود الوعي والتنظيم المناسبين تماشيا مع مزايا وتحديات الوضع الحالي. من جانبها أوضح السيد تولدي يوهنس أن الحفاظ على الهوية الإريترية وتعزيز الوحدة والوئام وتقوية المؤسسات الوطنية هي من بين الأهداف الاستراتيجية الوطنية الرئيسية. وعرب المشاركون على استعدادهم لبذل كل ما يلزم لتجاوز هذه المرحلة بنجاح. وفي سياق مماثل عقدت اللجنة الوطنية البريطانية ورشة عمل في 14 ديسمبر بعنوان المهرجان وتنفيذه الفعال لمسؤولي المنظمات والاتحادات والجاليات في 4 مناطق. وقدم مسؤول الشؤون القنصلية السيد سليمان حسن في المناسبة إحاطة للمشاركين حول الخدمات المقدمة للمواطنين. في غضون ذلك ناقش نحو 80 مسؤولا من فروع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة من 15 مدينة إيطالية ناقشوا تنفيذ خطط العمل المعدة. وفي الاجتماع الذي عقد في ميلانو في 14 ديسمبر وحضره سفير إريتريا لدى إيطاليا السيد فيساتيون بيتروس، أوضح رئيس الشؤون العامة والمجتمعية السيد جيرماي هبتا ميكائيل أن الهدف هو تقييم برامج جميع المنظمات والمناقشة الجماعية للعمل لضمان الفعالية. وقدم السفير فيساتيون بيتروس إحاطة للمشاركين حول الوضع الراهن في البلاد والمنطقة بالإضافة إلى فرص وتحديات المرحلة الحالية. وفي الختام أقر المشاركون توصيات وقرارات تتماشى مع المرحلة. أوضح مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية السيد هبتا ميكائيل نغوسيه أن الغابات والحياة البرية التي كانت معرضة لخطر الانقراض يجري استعادتها في مديرية علا برعد، حيث تتم حماية موارد الغابات بطريقة متكاملة ومنظمة. وذكر أنهم يقومون بحملات مكثفة للمجتمع والطلاب في جميع القرى والمدارس على مستوى إدارة المديرية بهذا الصدد، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة المتوزعة في 5 محطات تسهم بدورها بشكل كبير في عملهم. وأشاد بمبادرات التشجير وإعادة التشجير التي تتخذها القرى وإدارات الضواحي والمدارس لحماية المحميات ومحميات الثيران، مذكرا المؤسسات الدينية بالقيام بأنشطة مماثلة. وحث مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية في إدارة مديرية علا برعد السيدة هبتا ميكائيل في الختام السكان على التعاون مع الجهات المعنية لمتابعة نموها. نظمت محاضرة في مندفرة في 18 من الشهر الجاري حول كيفية تحسين سبل عيش المكفوفين من خلال المشاركة في أنشطة تتضمن مصادر دخل اقتصادية. وتهدف المحاضرة التي نظمتها الجمعية الوطنية للمكفوفين إلى تشجيع المكفوفين على المشاركة في أنشطة صغيرة مدرة للدخل مع عائلاتهم. وتناولت مواضيع وتصورات المكفوفين تجاه أنفسهم وتحديد المجالات التي يمكن للمكفوفين أن يكون لهم فيها صوت مؤثر، وإدارة الموارد بكافة أشكالها، وإجراء الأبحاث والتحضيرات قبل الاستثمار. وذكر نائب رئيس الجمعية الوطنية للمكفوفين السيد داويد سلمون في الكلمة التي ألقاها أن الهدف هو تمكين المكفوفين اقتصاديا وزيادة تأثيرهم في المجتمع وضمان مشاركتهم المنتجة. وأشار المشاركون بدورهم إلى أن التدريب الذي تلقوه ذو أهمية كبيرة لأنه يعزز أنشطتهم، مطالبين جميع المؤسسات المعنية بالتعاون معهم. مشاهدينا أشرطة التواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا.
أدانت الصين صفقة الأسلحة الأمريكية مع تايوان، والتي تشمل منصات إطلاق صواريخ هيمارس ومدافع هاوتز وطائرات بدون طيار وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاعية متطورة، واصفة إياها بأنها انتهاك لمبدأ الصين الواحدة. كانت قد وافقت الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان في أكبر حزمة أسلحة أمريكية على الإطلاق للجزيرة. وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان أن صفقات الأسلحة المقترحة تشمل 8 أصناف تتضمن أنظمة صواريخ مارس ومدافع هاوتز وصواريخ جافلين المضادة للدبابات ومسيرات ذخيرة جوالة طراز إلتيوس، فضلا عن قطع غيار لمعدات أخرى. واتهمت تشو فينغليان المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان واشنطن بانتهاك مبدأ الصين الواحدة وحثتها على وقف مبيعات الأسلحة، كما اتهمت القيادة التايوانية بمحاولة تحويل الجزيرة إلى وعاء حرب، محذرة من أن هذا المسار سيحول شعبها إلى وقود للمدافع. وقع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والإيراني عباس عراقجي في العاصمة الروسية موسكو على خريطة طريق للتنسيق الدبلوماسي في أول تحرك عملي ضمن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وأجرى الوزيران محادثات وصفت بالشاملة والتفصيلية، وتناولت العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية بما في ذلك الملف النووي الإيراني. وأكد لافروف أن الخطة الدبلوماسية ترسخ وضعا خاصا للتعاون الثنائي وتحدد أطر التنسيق على مدى عقدين، مشيرا إلى أن خطة التشاور الجديدة تعمق آليات التنسيق السياسي المنتظم. كما أعلن دعم موسكو لإيران في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، عدا الإجراءات والعقوبات الغربية غير قانونية، الأمر الذي يعرقل التسويات السياسية. من جانبه شدد عراقجي على أن طهران ستواصل التخصيب رغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية، مؤكدا أن العلاقات مع روسيا تزداد قربا وترابطا. وأشار إلى أن الخطة الموقعة حددت أجندة عمل وزارتي الخارجية للفترة من 2026 إلى 2028 لتكون بمثابة خريطة طريق للتعاون خلال السنوات الثلاث المقبلة. هدد الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا بانسحاب بلاده من اتفاقية التجارة الحرة المقرر إبرامها مع الاتحاد الأوروبي إذا فشل قادة التكتل في التصديق عليها هذا الأسبوع. يشار إلى أن المفاوضات بشأن اتفاقية ميركوسور لإنشاء منطقة تجارة حرة واسعة بين التكتل أي دول ميركوسور البرازيل والأرجنتين والأورغواي والباراغواي مستمرة منذ عام 1999، وتأمل بروكسل أن يصدق قادة الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على الاتفاقية على هامش قمة في وقت لاحق هذا الأسبوع. ومع ذلك لا تزال هناك معارضة من بعض الدول الأعضاء ومن بينها فرنسا التي تضغط لإجراء مزيد من التحسينات. وقال دا سيلفا أنه إذا لم يتمكن قادة التكتل من إنهاء الصفقة قبل الموعد الرسمي المفترض للتوقيع عليها في البرازيل يوم السبت المقبل، فإن بلاده لن تدعم الاتفاقية بعد الآن. قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الهدف من الاستثمارات العسكرية واضح ويتمثل في ضمان آمن فعلي لألمانيا واستعادة القدرات الرادعة والدفاعية بشكل كامل. ووافق البرلمان الألماني على حزمة إنفاق عسكرية بقيمة 50 مليار يورو في خطوة تهدف إلى تسريع تجهيز القوات المسلحة وفق ما أعلنته وزارة الدفاع. وبموجب القرار ارتفع إجمالي مشاريع شراء الأسلحة المقرة للجيش الألماني حتى عام 2025 إلى نحو 83 مليار يورو، وهو رقم قياسي وصفته الوزارة بأنه رسالة قوية إلى حلف شمال الأطلسي وشركائه. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. إشادة بمشاركة المواطنين في تنفيذ البرامج التنموية. ارتفاع معدلات المشاركة في التعليم بمديرية حمل مالو. عقد سيمينارات للارتيناء في الخارج.
بكين تدين صفقة الأسلحة الأمريكية مع تايوان. موسكو وطهران توقعان خارطة طريق للتنسيق. والبرازيل تهدد بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.